ادعى أن الإمامة عند الشيعة أفضل من النبوة، وأنا أقول أنا أقول أنا شيعي إمامي 12 لا يوجد وجه للمقارنة بين النبوة والإمامة. قالوا استغفر الله العظيم، لم يقل أحدا خميني الرجلات ويقدمون الإمامة على النبوة، لم يقل بذلك مسلما. قد سمع. لا أي المنزلتين أعظم، الإمامة أم النبوة؟ الشيعة يقولون منزلة الإمامة أعظم من منزلة النبوة. سوف أسمعك بصوت. كمال الحيدري معتبر عندكم أم لا؟ كمال الحيدري سوف نسمعهم. من هو كمال الحيدري؟ سوف نسمعه. من أحد الأساتذة بالحوزة. النبوة من كبار الأساتذة في الحوزة. سوف أسمعكم. النبوة لها منصب والإمامة لها منصب. قد يكون النبي أفضل من الإمام، وقد يكون بعض الأئمة أفضل. قلنا بأنه يمكن للإمام أن يصل إلى مقام فوق مقام النبوة، ولكن مع ذلك لا يكون نبيا. ولعله بعض الأحيان نجد أن بعض الموجودات قد تكون هذه الموجودات أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لعله ليس لها مقام الإمامة، كما نعتقد ذلك بالنسبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن فاطمة ليست إمامة، ومع ذلك هي أفضل من أنبياء الله ومن المرسلين. طيب هذه عقيدتهم. كل الأعلى. أنت ذكرت الآن استشهدت بأحد الجماعة مشايخ الشيعة اسمه كمال حيدري. نعم. كمال حيدري معي على الخط، احنا اتصلنا به عشان ما تزعلوش المشاهدين وتقولوا انه نحن فتحنا الخط خطوط بالميزان. لا، نحن اتصلنا على حسابنا المكالمة غالية لقم أظن لإيران، لكن مع ذلك اتصلنا تحريا الأمر ما دام الرجل نقله. نعم. يا أخ كمال، سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى من اتبع الهدى. كم الساعة الآن في إيران رضي الله عنك؟ عندنا الساعة تقريبا 1:10 بعد منتصف الليل. آسفين مسهرينك أنت والإخوان في إيران. ماذا لديك بالضبط في النقطة اللي ذكرك فيها الشيخ عبد الرحمن دمشقية؟ يعني في الواقع أنه ما كان بودي أنه أتصل على هذا الكلام وعلى هذه المحاورات، لأنه مع الأسف الشديد لم أجد من المتناظرين ممن سبق وممن هو حاضر ولعله ممن سيأتي بعدهم، لم أجد بحثا علميا دقيقا يمكن أن يركن إليه الإنسان من الناحية القرآنية أو من ناحية السنة النبوية أو من ناحية الاستدلالات المنطقية. وهذا مما يؤسفني أن جماعة يأتون هنا ويتكلمون باسم السنة والجماعة وباسم الإسلام وباسم المسلمين، والواقع أن أخلاقهم وكلماتهم براء من هؤلاء جميعا، وخصوصا فيما نسبوه إليه. هذا الكلام الذي ذكروه في الكاسيت كلام لي، ولكنه مع الأسف الشديد أنه أناس يدلسون، أناس يكذبون، لأنه يوجد هناك كلام قبل ذلك ويوجد هناك كلام بعد ذلك. إن كانوا صادقين أنا بودي أن هذه القناة أو أي مكان آخر يطرح الكاسيت بكامله، لا أنه يأخذ بعض الكلام ويترك بعضا آخر. طيب. ولعلهم مصداق قوله تعالى جعل القرآن عظيم. طيب. هؤلاء الذين يوعظون. لحظة بس يا أخ كمال، يا أخ كمال، لأن حديثك وحديث الحاضرين جميعا ليس من القرآن، ويستشهد به أحيانا مبتورا وأحيانا تأخذ منه عبارة أساسية. إحنا في القرآن الكريم عرضنا على الدكتور التجاني سلسلة آيات قال هذا الجزء من الآية خارج من السياق لوحده، فأنا ويستشهد به لوحده معزولا عما سبقه وما بعده. حطيتك أدلة. تمام. فيعني يجوز لأحد أن يأخذ منه جملتين يستشهد بها. لا أنا الكلام اسمع سؤالي. اسمع سؤالي ولك الوقت للإجابة. هو استشهد بك في معرض مغالاتك في بيان مقام الأئمة، وقلت إنهم فاطمة أفضل، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه أن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء والمرسلين. هل هذا الرأي رأي تراه أم رأي مدسوس عليك؟
نعم، الجواب هو أنه أنا كنت بصدد البحث في آية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بينت أنه إذا اجتمعت النبوة والإمامة في شخص واحد كإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، قلت أنه في شخص واحد إذا اجتمع مقام النبوة ومقام الإمامة قل له فليسكت، لأنه لم أقاطعه في كلامه، الآن ينبغي أن لا يقاطع. لا أنا شوف، اسمعني أنا اتصلت بك للتحري الحق، لكن الوقت ضيق. يعني الآن أنا أريد أقول أن الإمامة في شخص النبي إذا كان إماما بعد نبوته فإمامته فوق نبوته إذا اجتمع في شخص واحد. طيب مثلا عشان المشاهدين يفهموا وفي الوقت عشان نرجع للمتناظرين، هل سيدنا علي مقامه كإمام أعلى من الأنبياء؟ الجواب هو أنه أساسا القرآن الكريم أثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بنص آية المباهلة هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ثبت، اسمع لي يا أخي، فإذا ثبتت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي من أنبياء أولي العزم، بل هو أفضل أنبياء أولي العزم، فمن كان بمقام نفس رسول الله تكون له نفس الدرجة. طيب شكرا. بالنسبة لبنت رسول الله، نعم، بالنسبة لبنت رسول الله يعني فاطمة رضي الله عنها، رسول الله لها أحكام أخرى ولها مسائل أخرى. أنت قلت في الرواية، دكتور هاشم، إما أن تعطيني مجالا أن أفتح القضية. المجال لمتناظرين اثنين هنا. ثبت من الكاذب الآن، ثبت من الكاذب. أنا عندي استعداد أنه آتي إلى المستقل هناك عندكم، ولكن بنحو لا يوجد أمثال هؤلاء الذين يكذبون. أنت لا تختار مناظرتك مع ذلك. تسمح لي أنه آتي هناك وأعقد برامج مستقلة عن الإمامة وعن مسائل أخرى، أنا عندي استعداد والتوحيد وغير ذلك، ولكنه بهذه الطريقة أنا لا أفتح. احنا نتصل بالهيئات العلمية في قم، وربما نتصل بك ونتصل بالجهات المرجعية في إيران، ونبحث بعد ما نقيم المناظرة هذه إن شاء الله ونسمع منها رأيها في كيفية مواصلة الأمر. لكن يتضح من قولك وقول المتناظرين هنا، وهذا اعتقاد تعتقدون به، فأنتم حرار احنا نجيب هنا ناس لا يعتقدون بوجود الله أصلا بيتكلموا ويدافعون عنه. فأنتم تقولوا الإمام علي مقامه كمقام رسول الله وأعلى من أفضل من الأنبياء. كمقام رسول دون مقام رسول الله كما اتفقت عليه كلمات لا ده هو نفسه دون مقام رسول الله أم لا؟ يا أخي هل هو مقامه كمقام رسول الله أو دون مقام رسول الله؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إذا لابد أن يلتفت أن النبوة ختمت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحن نعتقد أن النبوة ختمت برسول الله وأنه لا يسوى برسول الله أحد، كما قال أمير الموحدين أنا عبد من عبيد محمد. اللهم صل على محمد. كل ما يتعلق بمقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله غير النبوة وغير الخاتمية فهي ثابتة لباب مدينة العلم علي عليه. خلاص آخر سؤال من حق ضيفنا هنا أن نتحرى في اتهامك له. أحسنت. هل قلت إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، هل قلت إن مقامها قد يكون أفضل من الأنبياء أم لا؟ والمرسلين. نعم. يعني رجعنا مرة أخرى تتكلم، أنت تريد الفتاوى وأنا لا أسمح لك أنه لا فتاوى، لا هو أسمعنا حديثك. هو أن أقول نصا أو لا أقول. أنا أريد أن أقول أن هذا بحث علمي يحتاج إلى دراسات معمقة وروائية حتى نقف عنده. نحن نناقش أمر أعظم من سيدة فاطمة نناقش فيه في هذه المناظرة. الزهراء أفضل من بعض الأنبياء. خلاص أنا أجيب. لا أنا ما يهمني، لكن ليس أفضل من أنا أصلا ما معني حتى بالمتن. لا أنا أريد أن أعرف ضيفي هذا دس على الرجل أم لا. كل الأنبياء، كل ما أريد رسول الله. نعم كل الأنبياء ما عدا رسول الله. هذه عقيدتكم يا أخوان. أنا أردت أن أعرف هل هذا ضيف الأخ دمشقية يعني دلس على الدكتور الحيدري ما قبل وبعد لكن جوهر الموضوع لكن ليس هذا الزهراء أفضل من بعض الأنبياء وليست كل الأنبياء. خلاص أوكي. ما الذي دلسته أنا؟ لا يا كمال احنا اتصلنا بك حتى تعرف أننا لا نريد أن ندلس على أحد، لكن يتضح للأمانة احنا اليوم شيخ دمشقية في أمور كثيرة ظلمناه وقلنا له لا والتزم له، لكن في هذه التهم تحرينا فيها اتصلنا
ظهر أنه لم يظلمك في هذا.